مرحبا بيكم في قناة حكاية ورا كل باب. قناة بنعرض فيها قصص حقيقية من واقع حياتنا، قصص بتمس القلب، بتوجع أوقات وبتعلمنا أوقات تانية. لو عندك حكاية حقيقية عشتها أو شفتها وعايز تشاركنا بيها، ابعت لنا وهتكون قصتك سبب في دعم ناس كتير. النهاردة معانا قصة من متابعة اسمها أم آية من مدينة طنطا في محافظة الغربية، واللي بتحكي وجع سنين عاشته بصبر وإيمان، وكانت قد التحدي لحد ما قدرت تقف على رجليها وتوقف ولادها كمان. تقول كنت متجوزة من 12 سنة، جواز تقليدي لكن كنت بحبه جدا وكنت شايفة فيه سندي وظهري. عشنا حياة بسيطة، هو كان بيشتغل في معرض عربيات وأنا كنت معايا بنتين وولد. الدنيا كانت ماشية بالعافية، بس كنت راضية وبحمد ربنا. فجأة بدأت أحس إن في حاجة اتغيرت. بتكمل وتقول رجع متغير، مش بيكلمني كتير، مش بيقعد معانا، والفلوس اللي كانت بتدخل بدأت تقل. حاولت أتكلم معاه أفهم، كان دايما بيرد بعصبية، لحد ما في يوم اعترف وقال لي إنه حب واحدة تانية وعايز يتجوزها. اتصدمت، حسيت الدنيا وقعت فوق دماغي. حاولت أمسك فيه، قلت له حرام، إحنا معانا ولاد. رد عليا بكل برود وقال أنا خلاص قلبي مش معاكم، وفعلا ساب البيت. بعد ما مشي حياتي اتشقلبت، بقيت لوحدي، لا شغل ولا دخل ولا سند. كنت بصحي بدري أشتغل في بيوت الناس، أنظف أطبخ أعمل أي حاجة عشان أجيب أكل عيالي. ساعات كنت بروح وأنا جسمي مهدود، بس عيالي كانوا دايما قوتي. ما كنتش عايزة حد يمد إيده ليهم، كنت عايزاهم يرفعوا راسهم قدام الدنيا كلها. مرت سنين وأولادها كبروا. آية دخلت كلية طب، ويوسف في كلية هندسة، وسلمى متفوقة في الثانوية. كنت بروح أشتغل وانضف وأنا بضحك لأن تعبي بيجيب نتيجة. أما هو جوزي عاش مع التانية اللي سابنا علشانها، لكن النهاية كانت غير متوقعة. من سنة لقيته بيرن عليا، صوته مكسور، بيطلب يشوفني. روح كله لقيته قاعد لوحده، مش هو اللي كنت أعرفه. شكله مهدود، جسمه ضعف، وعينيه مليانة ندم. قال لي إن التانية ضحكت عليه، أخدت كل فلوسه، حتى بيته كتبه باسمها وطردته، وبقى بيبات في شقة مفروشة. وقال لها ما كنتش أعرف قيمتك غير لما شفت القسوة بعيني. سامحيني وارجعي لي، عايزة أعيش اللي فاضل مع ولادي. وهي رغم اللي عاشته سكتت. ولادها سمعوا، بعضهم كان زعلان وبعضهم ساكت، وهي لحد النهاردة بتقول أنا قلبي لسه مجروح بس عقلي محتار، أرجع له ولا لأ؟ في نهاية القصة أم آية سألتنا وسألتكم، بعد كل اللي عمله ترجع له ولا اللي كسر عمره ما يتصلح؟ سيبوا رأيكم في التعليقات، وسبيكروا دايما ورا كل باب في حكاية.